اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات الفانتسي. هنتكلم عن الجولة اللي عدت علينا، كانت جولة كويسة الى حد ما. اختياراتك الجولة الجاية وكابتنك وتشكيلتي هعرضها لكم سواء الجولة اللي فاتت او الجولة الجاية، فيلا بينا نبدأ. اول ماتش معانا ليستر سيتي ونوتنجهام، كان ماتش كويس من جانب نوتنجهام. كريس وود بينجح انه يسجل هدفين وفاردي بيسجل هدف، يعني اللي معاه واحد منهم اتظبط، فيلا يا سيدي افرح شويه. استون فيلا بورنموث، بنشوف روز باركلي بيعود بعد ما كان مع لوتون وبيسجل هدف. الناحيه الثانيه بورنموث في اخر الدقائق خلاص الماتش بيخلص والناس هتاخد الكلين من مدافعين استون فيلا، ايفانيلسون قال لهم لا، وجول في اخر الدقائق بيخلص على امال الناس خالص وبيضايق ناس كتير اعرفها كمان. نروح للماتش اللي كان شلال اهداف، برينتفورد وابسويتش. ابسويتش بتسجل 3 اهداف، ديلاب سجل واحد منهم. الناحيه الثانيه امبويمو وويسا بيظبطونا، وكنت قايل لهم عليكم هاتوهم، قلت لكم ويسا رجع وممكن يسجل، فالحمد لله اللي معاه امبويمو وويسا يفرح شويه، وفي ناس مكابتنه مبويمو كمان، اختيار كويس جدا. بعد كده برايتون وولفرهامبتون بتنجح في التعادل في اخر الدقائق. كونيا وايات نوري هم الفرقه حرفيا. برايتون فيرجسون ويلبك بيسجلوا، روتير بيصنع للمره الثالثه تقريبا، دويتو حلو هو ويلبك بصراحه. الماتش اللي بعديه واللي كان خيبه امل ناس كتير ان هالاند جاب جون واحد بس قدام ساوثهامبتون، راجل مضيع 3 فرص محققه، 2 منهم كانوا على خط الجون، بس هو يعني مش عارف كان مرهق تقريبا. كلين السيتي بيحضر، كان ماتش مستنيين منه اكتر، ولكن يعني ايفرتون فولهام. ايفرتون بيتو بيسجل في اخر الدقائق، صناعه يانج. الناحيه الثانيه سميث رو بيصنع هدف لاليكس ايوبي، كان جون جامد بصراحه من ايوبي، وكان مراوغه جامده من سميث رو. فولهام فريق كويس بصراحه. تشيلسي نيوكاسل، جاكسون بيسجل، بالمر يسجل، صناعه من لافيا ونيتو. الناحيه الثانيه ايزاك بيرجع وبيسجل اول اهدافه، صناعه من هول. الماتش اللي بعديه توتنهام كريستال بالاس، اعتقد ان حان الوقت ان احنا او اللي عنده دفاع من توتنهام يبدا يشيله، لان ماتش زي ده غريب قوي ان توتنهام تخسره كمان ما يسجلوش. ماتيتا بينجح انه يخطف جول ويفوزوا بيه، صناعه من ايز اللي هو يعتبر الفريق كله اصلا. دفاع توتنهام محتاج شويه نعيد النظر فيه اعتقد. ويست هام مانشستر يونايتد. ويست هام بوين بيسجل ضربة جزاء، سامرفيل بيجيب جون، كاسيميرو يحاول يلحق الفريق شوية ولكن مفيش أمل، هو الفريق خلاص. الحمد لله، يعني جماهير يونايتد هتفرح بإقالة تنهاج، وهنشوف كده هيجيبوا لنا نقط ولا إيه حكايتهم بقى اللعيبة دي. آخر ماتش كان ماتش القمة، ساكا بيرجع وبيسجل، أنا حاطه دكة الحمد لله. ميكيل مورينو بيسجل، الناحية التانية صلاح بيسجل، وفان دايك بيسجل صناعة من دياز. الحمد لله إن دياز عرف يعمل حاجة في ماتش زي ده. ده كان سريعا كده اتكلمنا عن الجولة اللي فاتت. اوريكم تشكيلتي الجولة اللي فاتت هتظهر لكم دلوقتي. انا يعني حاطط ساكا دكة وحاطط رامسديل دكة. عندي 13 نقطة على الدكة، وانا اصلا الجولة اللي فاتت عامل بينش بوست، كان ساكا بقى مصاب، دلوقتي ايه جاب يعني مش عايز اشتم والله عشان ما اخدش بان ولا حاجة. الحمد لله انا نجحت ان انا اجيب 72 نقطة، بس انا يعني ندمي الوحيد مش على ساكا ولا رامسديل ولا حاجة، ان انا مكابتن هالاند. انا كان نفسي اكابتن امبويمو اود، بس ما رضيتش اخد الريسك. الحمد لله 72 مش وحش، خصوصا الجوله اللي فاتت انا جايب حاجه و30 نقطه، فكويس جدا. نروح لاختيارات الجوله الجايه سريعا مع بعض. نروح لاول ماتش معانا في الجوله الجديده، والاختيارات نيوكاسل ارسنال. نيوكاسل شفنا عوده ايزاك، ولكن اصبر عليه شويه، دفاع ارسنال مش كويس، بس اصبر برضو عليه، ما تتسرعش تروح تجيبه. لو عايز تجيب حد من نيوكاسل فهو يا بارنز يا جوردون، واحد منهم. ارسنال هو ساكا، الراجل رجع وسجل في ليفربول، فممكن يسجل عادي في دفاع نيوكاسل المفروض، يعني ده الطبيعي. هنشوف لما لعبه اساسي هيعمل ايه. بورنموث مانشستر سيتي، انا حاسس ان ده هيبقى ماتش رخم على دفاع السيتي، يعني مش هيطلعوا كلين زي الماتش اللي فات. ممكن كلويفرت لو عايز تاخد الريسك تجيبه. السيتي هالاند سيبه عادي، دفاعهم مش عارف بصراحه، بس لو جافارديول عندك فهو ممكن يجيب شوطين من بتوعه دول تمام يعني. وممكن برضو من السيتي ممكن تجيب سافيو او فودن، هيبقوا حلول كويسه. فودن اغلى شويه انا عارف، سافيو ارخص، فممكن تركز في واحد منهم. لو معاك فلوس تجيب فودن، معاكش فلوس خليك في سافيو خلاص. نروح لماتش ابسويتش وليستر سيتي. ليستر سيتي فاردي حل كويس، لاعب رقم 40، مش هقول اسمه، هو هيظهر صورته خلاص. ابسويتش الناحيه الثانيه ممكن ديلاب وتشوبلين، ده لو فضل يكمل اعتقد ديفرنشال كويس. ليفربول برايتون، صلاح
اعتقد يعني بدأ يفوق وهيبقى حل كويس، خصوصا في دفاع برايتون اللي احنا شايفينه ده. داروين نونيز انا نفسي اجيبه والله، هو ريسك. انا مش هعرف حتى ولا اجيب صلاح ولا اجيب نونيز، ولكن داروين نونيز لو عايز تاخد ريسك ممكن تجيبه عادي. دياز مش قادر اتكلم عنه بعد اللي انا شفته منه الماتش اللي فات. انا سايبه عندي، مرجحش ان الناس تجيبه لان ممكن جاكبو يبدا عليه عادي. برايتون الناحيه الثانيه هو ويلبك، مش شايف حد تاني الصراحة. ويلبك هو الفورمة كويسة الفترة دي، فسيبه عندك او هاته لو عايز تجيبه. الماتش اللي بعديه نوتنجهام ويست هام. حلوة القافية. الماتش كويس اللي معاه كريس وود، خليه معاك زي الفل. ويست هام مش عارف، ممكن سمرفيل، ولو ان يعني دفاع نوتنجهام رخم شوية، بس لو عايز تجيب سمرفيل ممكن تجربه وربنا يستر. ساوثهامبتون ايفرتون، انا عندي رامسديل وكين، غالبا لسه بفكر هلاعبهم على رايا وكوناتي، هشوف كده الدنيا. احتمال برضو ويلبك انزله بدل روجرز، لان روجرز عنده استون فيلا وتوتنهام، يعني استون فيلا وتوتنهام، لان روجرز عنده توتنهام، فمش عارف هو اصلا خانقني بقاله كام جوله، فهشوف كده هعمل ايه وهفكر. ايفرتون عايز تجيب حد منهم فخليك في انداي، هو احسن الحلول. وماكنيل يعني بيلعب الكرات الثابته، ممكن ينتش له كورنرين ولا حاجه. وولفرهامبتون كريستال بالاس، وولفرهامبتون ماتش كويس ليها، ممكن يفوزوا او الفوز ليهم في البريمير ليج، فهات ايات نوري او كونيا، الحلين كويسين. كريستال بالاس الناحيه الثانيه لو عايز تجيب حد خليك في ايزي وخلاص، ممكن برضو قدام دفاع وولفرهامبتون يسجل ولا حاجه. توتنهام استون فيلا، توتنهام خليك في جونسون، دفاع توتنهام بقى وحش، لو عايز تبدله بحد تاني يبقى احسن، واضح ان هي مش ماشيه معاهم الفتره دي. استون فيلا روجرز انا غالبا زي ما قلت هحطه دكه، فهشوف كده، بس لو معاك واتكنز سيبه، ممكن في ماتش زي ده في مساحات يسجل فيه عادي. مانشستر يونايتد تشيلسي، مانشستر يونايتد بدايه جديده، خليك في المضمون اللي هو جرناتشو، احنا لسه مش عارفين بقى هيجيبوا مدرب ولا يجيبوا فان نيستلروي ولا ايه نظامهم، فخليك في اللي احنا عارفينه جرناتشو. تشيلسي بالمر جاكسون نيتو، الثلاثه حلول كويسه جدا. دفاعهم مش مظبوط قوي، فخليك في الثلاثه الهجوم، ممكن عادي يسجلوا في ماتش زي ده. فولهام برينتفورد، فولهام خيمينيز كويس جدا، سميث رو حل حلو برضو، ادامه او ايوبي واحد منهم هيبقى كويس. برينتفورد الناحيه الثانيه امبويمو ويسا، هم نجوم الفريق وما فيش غيرهم يعني. عايز تجيب امبويمو غالي هات ويسا، ومعاك فلوس امبويمو هاته، هكذا يعني. نروح لاختيارات الكابتن، يعني انا شايف ان هو الثلاثه بس الكابتنهم بالمر او صلاح او كريس وود، الثلاثه ماتشاتهم كويسه. بالمر يعني بيلعب اليونايتد فعادي، تبديل بقى مدربين، فهنشوف ممكن عادي يسجل في ماتش زي ده. فالثلاثه دول هم احسن حلول انا شايفهم بصراحه. تشكيلتي الجوله الجايه انا يعني هي هتتعرض لكم، بس انا لسه ممكن اعمل شويه تبديلات. زي ما قلت ممكن انزل ويلبيك بدل روجرز، وهسيب رامسديل وكين بدل رايا وكونتي، تقريبا ده اللي انا همشي بيه يعني. بس ويلبيك روجرز دي لسه افكر فيها شويه. بس دي كانت نهايه حلقتنا، ان شاء الله اشوفكم الحلقات الجايه. تنسوش تعملوا لايك وشير سبسكرايب، وبس كده، مع السلامه.